السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة هنتكلم عن ازاي نختار البروناون المناسب، الضمير المناسب. الضمائر subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل، والobject pronouns ضمائر المفعول، والpossessive adjectives اللي هي ضمائر صفات الملكية. كمان بنتكلم عن الpossessive pronouns اللي هي ضمائر الملكية. كل نوع ضمائر من دول له استخدام ومكان في الجملة. يعني ضمائر السبجكت بروناونز، ضمائر الفاعل، دي مكانها دايما بيكون في اول الجمله، يعني ما ينفعش اجيبها لا في نص الجمله ولا في اخر الجمله. جرب كده وهات لي اي ضمير من السبعه دول، ضمائر الفاعل الاي، اليو، الوي، زد، هي، شي، ات، هاتهم لي جوه مش هينفع، هاتهم لي في اخر الجمله برضو مش هينفع. يبقى انا لازم اجيبه في الاول. يبقى رقم واحد ان ضمائر الفاعل بتكون في اول الجمله. رقم اتنين ان ضمائر الفاعل بيجي بعدها فيرب، بيجي بعدها فعل اوتوماتيك. ما ينفعش اجيب ضمير فاعل وما اجيبش بعده فعل. فانت مثلا زمان كنت بتاخد I'm ده I، بعدين am ده verb، ده فعل. اوكي، لكن I'm على بعضها مش معناها كلمه واحده، هما كلمتين. تمام، فتيجي تسال حد تقول له انا يعني ايه مثلا، يقول لك I'm، لا هو انا يعني I، لكن I'm دي معناها انا اكون. تمام. سي بقى اي فعل، ممكن تقول مثلا I play football، انا بلعب كوره، تقول مثلا I drink coffee، انا بشرب قهوه، وبالتالي فالاي لازم يجي بعدها فعل. جرب تجيب اي حاجه تاني غير الفعل بعد الاي مش هينفع. ما ينفعش مثلا اجيب صفه، ما ينفعش اقول I happy، ما تجيش خالص. اوكي، ما ينفعش مثلا اجيب بعدها adverb، ما ينفعش مثلا اقول she quickly، ما تجيش خالص. فانا لازم اجيب الضمير السبجكت بروناون بجيب بعده الفعل. طيب ضمير المفعول، ضمير المفعول استحاله يجي في اول الجمله. يعني ما ينفعش اجيبه خالص في اول الجمله. ما ينفعش ابدا الجمله مثلا بمي، ولا ابدا مثلا الجمله بهم، ولا ابدا الجمله مثلا بهير، الا اذا كانت هير اللي اقصدها هنا هير صفات ملكيه، وده اللي جاي الكلام عنه دلوقتي. يعني ضمير المفعول زم مثلا، اس مثلا، ما ينفعش اجيبه في اول الجمله. انا بجيبه جوه الجمله او في اخرها، بمعنى اني ما بجيبوش في الاول، بجيبه بعد الفعل. يبقى انا كنت بقول ان السبجكت بروناون اللي هو ضمير الفاعل بيجي بعده فعل، لكن الاوبجكت بروناون ضمير المفعول بيجي هو بعد الفعل. طيب ايه تاني؟ ممكن ما يجيش بعد فعل، ممكن يجي بعد حرف جر. يعني ممكن اجيب الضمير اللي هو المفعول ده ما اجيبوش بعد فعل، اجيبه بعد حرف جر. طيب ناخد مثال. لو جيت قلت مثلا I met him yesterday، انا قابلته امبارح، هنا هم ده ضمير مفعول جاي لي بعد met ده ايه؟ ده فعل. يبقى انا كده طبقت قاعده من القاعدتين، يا اما يجي لي بعد فعل يا اما اجيبه بعد حرف جر. مثلا يعني my ام تقول انا بعيش عشان اولادي، فتقول I live for my children، انا بعيش عشان خاطر اطفالي. فهنا معنى كلامها ان هي بتقول I live for them، انا بعيش على شانهم. طبعا for او to او اي حرف جر. تمام، يبقى ضمير المفعول بيجي بعد فعل او حرف جر. يبقى انا عندي فعل تاني، الفاعل بيجي. النوع الثالث اللي هو ضمائر صفات الملكيه، اللي هي البوسيسيف ادجكتيفز. ضمائر صفات الملكيه ديت مكانها في اي حته في الجمله، تيجي في اول الجمله، تيجي في نص الجمله، تيجي في اخر الجمله، ملهاش مكان ثابت، بس بشرط اكيد ان يكون بعدها نون، يكون بعدها اسم. يعني ما ينفعش اجيب ضمير صفات الملكيه واجيب بعده فيرب، ما ينفعش اجيب صفات الملكيه واجيب بعده مثلا حرف جر، ما ينفعش اجيب مثلا اجيب بعده ضمير، يعني هو لازم بعده اسم. فانت مثلا عايز تقول ايه؟ ماي بوك يعني كتابي. عايز تقول مثلا ماي فازر يعني ابويا. عايز تقول مثلا اور سكول مدرستنا. وبالتالي فضمير صفات الملكيه جاب لي بعده نون، جاب لي بعده اسم. تمام، يبقى يجي في اي مكان لكن يجي بعده اسم. طبعا احنا لسه قايلين حالا ان ضمير المفعول بيجي بعد حرف جر. تمام، وبيجي بعد فعل. تمام، وبيجي في اي مكان في الجمله بس ما يجيش في الاول. تمام. طب انا دلوقتي لو عايز افرق بين ضمير زي ضمير مثلا متشابه مع ضمير صفات الملكيه، وليكن مثلا هير صح؟ هير عندي في المفعول وهير عندي في صفات الملكيه. لو انا قابلتهم اعرف منين ان هير دي بتاعت المفعول او هير دي بتاعت صفات الملكيه، بما ان الاثنين ينفعوا يجوا في اي مكان. بص يا سيدي، هو هير تعرفها ان هي مفعول لو جت بعد الفعل. طب لو صفات ملكيه يجي بعدها اسم. طب لو طبق الاثنين، يعني لقيت جاي قبلها فعل وجاي بعدها اسم، ده ينفع. طب هنا في الحاله دي اعتبرها ايه؟ لو جات لي بعدها اسم هعتبرها صفات ملكيه، ما جاليش بعدها اسم هعتبرها مفعول. ناخد مثال. لو قلت مثلا I invited her to my party، انا عزمتها او دعيتها على الحفله بتاعتي. I invited her هنا جايه بعد invited، جايه بعد فعل، يبقى هنا المفروض ان هي مفعول. طيب جاء بعدها ايه؟ I invited her to my party، جاي بعدها حرف جر مش قبلها، جاي بعدها حرف جر. لو كان جاي قبلها برضو كانت هتبقى مفعول، بس جاي لي بعدها تو، ما جاش بعدها اسم، جاي لي بعدها حرف جر، وبالتالي هنا مش صفات ملكيه. اوكي؟
طيب لو انا عايز اجيب جمله مثلا اخليها ما بين فعل واسم، طب دي تنفع مثلا نقولها ازاي؟ I called her sister 2 hours ago. انا اتصلت باختها من ساعتين. her هنا جايه بعد called. لو انا قلت I called her وقفت ما كملتش الجمله، فهنا بتكلم عن مفعول. طيب لو انا هنا جبت النون اللي هو her sister، بتكلم على صفات ملكيه. تمام؟ يبقى انا كده خلاص فهمت الفاعل، المفعول، صفات الملكيه. طيب الملكيه يا سيدي هو ضمير بيجي علشان يحل محل اسم مملوك لحد معين. ممكن يكون مملوك ليا، مملوك ليك، مملوك ليهم، بس ما بجيبش الاسم المملوك ده، يعني بيبقى مفهوم من سياق الجمله. وفين ضمير الملكيه؟ بيجي في اي حته في الجمله، في اول الجمله، في نص الجمله، في اخر الجمله، ما عندناش اي مشكله خالص. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين صفات الملكيه؟ الفرق ما بينه وبين صفات الملكيه ان صفات الملكيه بتجيب بعده اسم، لكن الملكيه مش بتجيب بعده اسم. اوكي؟ فتقول مثلا this is my father، هذا هو ابي، لكن ما ينفعش تقول this is mine father. ممكن تقول this is mine، انه تبعي، ملكي. اوكي؟ لكن ما ينفعش تقول this is mine father، تقول this is mine. طيب يبقى انا كده عندي الفاعل بيجي في اول الجمله فقط، المفعول ما بيجيش في الاول، بيجي في اي مكان، صفات الملكيه بيجي في اي مكان بس بشرط يكون بعده اسم. الملكيه زيه زي صفات الملكيه بس بشرط ما يجيش بعده اسم. متفقين؟ دي كانت استخدامات الضمائر.